السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. معكم قناة رضا. غادي نحضروا مسمن ديال الشحمة او رغيفة ديال الشحمة. بالنسبة للمكونات عندنا 2 بصلات مقطعين رقاق، 2 الفلفلات، ربع كاس ديال زيت المائدة، قليل من الملح كتبقى على حسب الذوق. غادي نتركوه الكل يتشحر. بعد ما تشحر كيصبح على هذا الشكل غادي نضيفو الشحمة على حسب الذوق. والتوابل عندنا معلقه ديال الملح ديال التحميره كبيره، اي الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ديال الكمون. بالنسبه للسودانيه او الابزار كيبقاو على حسب الذوق. قليل من السكينجبير. غنشحروهم حتى يصبحوا على هذا الشكل. غادي نضيفوا الزيتون اللي قطعناه رقيق باش ما يقطع ليناش العجين. غادي نحركو ونطفيو على الكل. غادي نخليو الحشوه على جنب، نضيفوا عليها خماره كما كتلاحظوا، وغادي ندوزو للعجين. ما غاديش ندير فيه انا الخميره. كما كتلاحظوا عندنا كميه من الدقيق ديال الكنز. غادي نضيفوا عليه الملح على حسب الذوق. نتوما غادي ديروا الدقيق اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو. غادي نجمعوا بالماء الدافئ كما كتلاحظوا، وغادي نوضعوها في العجانه تعجن حتى تصبح العجينه لينه على هذا الشكل. غادي ندهنوها بالزيت ونخلوها ترتاح. بعد ما ارتاحت كنقطعوها قطع متساويه. غادي نستعن بالزيت وغادي نبسطو وحيده. كما كتلاحظوا هاد الزيت صفيته من الحشوه، ما غاديش نحيدو، غادي نستعن به في الطياب. غادي نوزع الحشوه على الاطراف وكنرش قليل من الفينو او السميد الرقيق. غادي نطوي الرغيفه عادي بكل سهوله كما كتلاحظوا، ونستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي. غادي نعاود معكم وحيده اخرى باش تكون الصوره واضحه. غادي نستعن بالزيت كندهن، من بعد كنبسطوا العجين وغادي نوزعوا الحشوه على الاطراف كاملين كما كتلاحظوا، ونرشوا بالفينو او بالسميد. ونطويو بكل سهوله حتى كنساليو الكميه كامله. غادي نجيبوا واحد المقلاة نشعلوا عليها تسخن، ونبداو بالاولى كما كتلاحظوا. بعد ما سالينا غادي نجيبوا الاولى نبسطوها على هذا الشكل، ما تخافوش منها، ما غاديش تخرج الحشوه. ونوضعوها في المقلاة على هذا الشكل، وغادي نستعن بداك الزيت اللي صفيت من الحشوه. غادي ندهنوا به الوجه ديال الرغيفه من الجهتين. بعد ما غتشبر راسها غادي نقلبوها كما كتلاحظوا، وغادي نستمر على هذا الشكل حتى كتحمر لينا الرغيفه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف ديالنا، كيجيو محمرين لذاذ. كنتمنى تجربوهم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه بحول الله.